ازاي تمت اخطر عمليه نقل لاشهر واهم واغلى قطع اثريه في العالم من المتحف المصري القديم اللي في التحرير للمتحف المصري الكبير الجديد. زي ما اهم شخص هو اخر حد بيوصل، فكان طبيعي ان اهم قطعه هي قناع توت عنخ امون تكون اخر قطعه توصل للمتحف، علشان المتحف المصري القديم اللي في التحرير ما تقعدش غايبه عنه يعني فتره طويله لحد ما يتم الافتتاح الرسمي. فجر يوم 20 اكتوبر وصل للماسك وكام قطعه تاني من اهم القطع الاثريه برضه للمتحف المصري الكبير بسلام، واتحطوا في الباترينا بتاعتهم واتقفل عليهم. لكن الموضوع مش بالبساطه اللي احنا بنتكلم بيها دي. عمليه النقل كان لازم تكون على درجه عاليه جدا من الحيطه والحذر. اتحطت خطه معتمده على التمويه، وان كل سلاسل المعلومات يكون فيها حلقه مفرغه. شخصين بس في مصر كلها اللي كان معاهم اهم معلومتين: توقيت النقل وطريقه النقل. الشخص الاول هو رئيس هيئه الاثار، اما الشخص الثاني فهو رئيس هيئه نقل واستلام الاثار. النقل تم من خلال مجموعه من المواكب على درجه عاليه جدا من التامين، المواكب اللي اتحركت في توقيتات مختلفه والتوقيتات اللي ما تمش الاعلان عنها غير قبلها بدقائق. بعض الصناديق ديت هي بس اللي كان فيها القطع الاثريه، اما باقي الصناديق فكانت فاضيه. علشان توصل القطعه الاثريه الاهم على مستوى العالم بسلام للمتحف المصري الكبير وتتحط في مكانها ويشوفها العالم كله، بما فيها احنا واحنا بنصور لكم اهم حلقه عن المتحف المصري الكبير اللي موجوده دلوقتي وتقدروا تتفرجوا عليها، واللي باذن الله هتلاقوا حلقه مختلفه ما اتعملتش ولا هتتعمل تاني في تاريخ المتحف المصري. عمليه النقل واللي تم تصويرها بمستوى احترافي جدا، التصوير اللي هيتم استغلاله طبعا، وقريب هنشوف فيلم عن الكلام ده كمان.